السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن ازاي نعمل رامب في الريفت. الريفت الرامب طبعا هو مش في التاب بتاعت structure، هو في التاب بتاعت architecture. أول حاجة الطريقة الأولى اللي أنا أعمل رامب إن أنا أروح في اللي هو بران وأعمل رامب كده. دي البداية، التكة الأولى البداية والتكة التانية النهاية. دي الباوندري بتاعته، وديت الرايزر. وبعدين أعمل فألاقي عمل رامب من الليفل اللي أنا بادئ بيه البيز بتاعته، والليفل الجديد هيبقى التوب بتاعه. دي أول طريقة. الطريقة التانية إن أنا بعمل الرامب عن طريق الباوندري. خلينا مثلا نعمل رامب بالطريقة دي. هو أول حاجة أنت في البروبرتيز لما بتيجي ترسمه، في هنا عندك البيز ليفل، تختار البيز ليفل، توب ليفل، في اوفست، وفي التوب والبوتوم، وفي الويتس تتحكم في العرض. ممكن نخلي الويتس 1000 ملي. فهنعمل رامب بالطريقة دي. أعمل له ميرور، وبعدين أعمل الباوندري. كده مش هيبقى فيه كسرات في الحتة دي. نروح نشوفه في 3D. ممكن لو عاوزين كسرات كده سكتش، نحط رايزر هنا. هيبقى بالطريقة دي. فنشيل الرايزر عشان يبقى شكلها ألطف. طب أنا لو أنا عاوز أكرره في الأدوار كلها، ممكن أعمل الليفل واحد، والتوب ليفل يبقى ليفل اللي بعده تلاتة. هو اسمه ليفل تلاتة بس هو ليفل اتنين. وبعدين في حاجة عندي هنا اللي هي مالتي ستوري توب ليفل، خليها لغاية آخر ليفل تمانية. فألاقي الرامب بتاعي اتكرر بالشكل ده. يمكن عشان نخليه شكل منطقي شوية فنزود العرض شوية. كده الرامب بقى معايا بالشكل ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.